حياة الشعوب، قصص وحكايات بتعكس ثقافات وحضارات وتاريخ كبير قوي. المشاريع في مصر لا تعد ولا تحصى، ولكن في مشاريع بعينها هي اللي هتظل في ذاكرة الأمة وذاكرة الشعب مهما مرت عليها الأيام. منها مشروع كان بيواجه أزمة كبيرة، وهي أزمة الكساد العالمي وأزمة الاقتصاد اللي كانت بتواجهها مصر. إيه هو المشروع ده؟ نعرف بعد الفاصل. في عام 1931 قامت فكرة مشروع. المشروع دون يجمع المصريين كلهم على قلب رجل واحد. مشروع يواجه أزمة عالمية وهي أزمة الاقتصاد العالمي. ليه المشروع دون اتجه ليه؟ أولا قامت الفكرة في دماغ أحمد حسين باشا، وكانت الفكرة إنه يجمع المصريين على قلب رجل واحد لمواجهة أزمة اقتصادية عالمية. المشروع دون نتج عنه إن كل أطياف الشعب تبرعوا يمكن بكل ما لديهم. يمكن كان القرش ده نوع من أو نموذج أو رمز، لكن ما كانش فيه يعني حد بيدفع قرش، لكن كل واحد كان بيجود باللي عنده. وبدأوا إن هم يشوفوا إيه السلعة اللي ممكن يحاربوها ويحاربوا استيرادها. نعرف إيه هي السلعة دي بعد الفاصل. آلاف المتطوعين قدموا كل ما يملكوا في مساهمة في مشروع القرش. في الوقت دون كان الطربوش بيشكل جزء كبير جدا من الشخصية المصرية، وكان الطربوش ده بيتم استيراده، ويمكن كان بيتم استيراده أكتر من تركيا. بدأ مشروع القرش يتجمع حول إن هم يعملوا مصنع للطرابيش. حتى كان في شارع دلوقتي موجود اسمه شارع الطرابيشي أو شارع مصنع الطرابيش. للأسف طبعا بعد الثورة بدأ إن يبقى في عدم إقبال على الطرابيش، إلى أن جاء الزعيم جمال عبد الناصر في 1958 وألغى الطربوش. الطرابيش لغاية دلوقتي بتستخدم، ولكن بتستخدم كنوع من البهجة في بعض المناسبات، في أفلام، كاكسسوارات، لكن يظل الطربوش سمة من سمات الشخصية المصرية. نشوفكم تاني في حلقة تانية من حكايات من زمن فات.